مفيش حد داخل على ثانوية عامة وبيبتدي يذاكر المنهج وبيلاقيه سهل وجميل وممتع. لا لا لا، منهج بيبقى تقيل، بيبقى صعب، وهو بيغصب على نفسه انه لازم يذاكر. ليه؟ لان النتيجة حلوة، هو حاطط هدف. عشان كده بيستحمل ضغط المذاكرة وضغط الأهل والضغط النفسي وكل حاجة. أنا بقى في حياتي علشان ما عنديش هدف إني نفسي أقرب من ربنا وأوصل للسما، فمش بغصب على نفسي في الحياة الروحية. أنا ليه بزهق في الصلاة؟ وليه بتضايق حتى لما بغصب على نفسي ويومين تلاتة وبمل؟ لأن مفيش هدف. لأني ما بطلبش إن أنا عايزة أقرب من ربنا، ما بطلبش إن أنا عايزة أعرفه كشخص حي حقيقي في حياتي. هو مش نظرية، لأ، ده حي، شخص حي. فعشان كده بزهق. انت لو طلبت انك نفسك فعلا تقرب من ربنا وتحبه ويبقى في علاقة حقيقية بينك وبينه، ربنا يديلك ده، وتلاقي متعة فعلا في العشرة الروحية اللي بينك وبينه. بس انت اطلب، لو طلبت ربنا يديلك.